مساء هنا وسعادة ورضا وجمعة مباركة عليكم. تعالوا شوفوا النهاردة الجمعة عملنا غدا إيه النهاردة. عملنا دي حاجة من الحاجات اللي احنا عملناها، صينية مكرونة بشاميل. شايفين السياحين. خلاص البرد جاي وكل حاجة سخنة بقى محتاجينها بصراحة في البرد ده. وكمان عملنا صينية بطاطس. تعالوا كده نسمي الله كده ونصلي على الحبيب ونشوف أكل النهاردة هيكون معانا ايه. عملنا زي ما قلت لكم صينية مكرونة بشاميل سايحة نايحة، حاجة كده شغل فاخر من الآخر يعني. وعملنا رز وعملنا كمان خضارنا بطاطس وعملنا لحمة في البطاطس. جبنا الحلة بتاعتنا كده وبدأنا بسم الله. قطعنا فيها بصلة وحطينا فيها مستكة وحبهان وهنشوح اللحمة بتاعتنا. تشوحي بقى اللحمة بتاعتك كده لحد ما تاخد لون من الجهاد ومن الجهاد، وبعد كده تنزلي عليها بالمية. بس لما تاخد بقى ريحة الحبهان والمستكة كده والبصلة، وتبدأي يومك كده بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. واللي بيشوفني يقول لي بيشوفني من أي بلد ويكتب لي كومنت حلو، وما ننساش متابعة للصفحة بتاعتنا، ويكتب لي كومنت ويحط لايك. قلنا الكومنت خلاص هنقعد نقول طول النهار، وكمان نحط لايك ويتفرج على الفيديو معانا، ويا رب لو استفاد بأي حاجة يجعلها في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. جبنا بصلة وطماطماية ومرطناهم بفلفل اسود وكركم، وحطينا كمان معلقة من الملح، وبعدين نزلنا عليها بعد ما اتشوحت كل البهارات كده ببعضها واخدت من بعضها كده، نزلنا عليها بالمية المناسبة ليها، علشان هبدأ اقفل الحلة الضغط بتاعتي. بس هستنى لحد ما تقلب، ولو فيها اي ريم او فيها اي شيء نبدأ نشيله ونقفل عليها كويس بقى بالحلة ونسيبها نص ساعة بالظبط، وتكشفي الحلة بتاعتك هتلاقي استوت اللحم بسرعة جدا. معايا لحمه مفرومه، كان ما شاء الله وانا بعمل اللحمه دي لقيتها كتير كده، فقمت جايبه منها حتتين وفرمهم، وهعمل معاكم صينيه المكرونه بشاميل اللي احنا شفناها مع بعض في الاول. فرمتها في الكبه بتاعه البصل عادي، بس ما تقليش عليها اللحمه علشان ما تفوتش منك، لان هي بتبقى كبه بصل وبيقولوا لحمه بس ما تستحملش قوتها، بتبقى مهما كان قليل. ففرمت معاها بصلتين كبار، وفرمت معاها حبايه من الطماطم، وحطيت ملح وفلفل اسود والسبع بهارات، وسبتها لحد ما تستوي. وجبت الحله التانية حطيت فيها ميه وحطيت فيها زيت وملح، ونزلت عليها بكيس مكرونه من الاسباجيتي. اهي ما شاء الله استوت معايا وبقت زي الفل، وكمان المكرونه بتاعتي استوت، وكمان اللحمه بتاعتي خلاص بدات تستوى. ويعني هي استوت اصلا، ما كشفتش عليها لما استوت. وكمان جبت الصينيه بتاعت اللي هعمل فيها البطاطس، وحطيت فيها بصله مفرومه ونص قرن فلفل بارد، ولو بتحب الحاجه حاميه حطي كمان معاهم نص فلفل حامي. وحطينا اللهم صل على النبي ملح وفلفل اسود وكزبره وكمون والسبع بهارات وبابريكا. وهقلب كل الكلام ده ببعض وانزل عليه بالطماطم لحد ما تتسبك، وبعد كده هنزل بالبطاطس. اهو شايفين شمانة الريحه كده بتاعت البهارات مع البصله مع الفلفل، ولحد ما قلبت معايا شويه كده هنزل عليها بالبطاطس وهسيبها تستوى شويه، او هنزل معاها القطع اللحمه واسيبها تستوى فيه. طبعا اللحمه بتاعتي مستويه، بس عشان تاخد من بعضها كده ونشم ريحه حلوه. ما شاء الله الشوربه بتاعتي رايقه وجميله جدا. اللحمه معايا استوت وبقت زي الفل. طبعا فتحت عليها علشان بحب اعمل البشاميل بتاعي، بحط كرنبين 3 شوربه كده، بيعزز معايا الطعم كده وبيخليها طعمها حلو جدا. حطيت 3 معالق من السمنه، معلقتين من الزيت، وحطيت عليها بتاع حوالي 4 معالق من الدقيق، ونزلت عليها باللبن بتاعي، ونزلت عليها بالشوربه زي ما قلت لكم. وبعد كده احط لها ملح وفلفل ومرقه من الدجاج. وما عنديش جبنه، بس في الاخر لقيت عندي جبنه رومي مبشوره رشيتها على الوش كده قبل ما ادخلها تتحمر. تمام تمام. وهنشوف سمكها طبعا المعتاد بتاعنا هو ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين سمكها تقيل قوي ولا خفيف قوي، عايزين سمك اللي هو اللي تيجي تعملي الخط كده ما يرجعش تاني. يبقى هي كده معايا بقت فله جدا. تمام تمام. رصيناها مع بعض كده وردنا لها رشه بس الاضاءه عامله او مش باينه، وحطينا لها رشه من الجبنه الرومي المبشوره. وكمان حطينا اللحمه في البطاطس واخدت لون حلو. وعملنا الرز واللون بتاعنا هو ما شاء الله احمرت البشاميل. الشوربه كمان فضيناها من الحله الكبيره عشان خدنا اللحمه. وده كان فيديو النهارده. هنبدأ نغرف مع بعض بقى. يوم الجمعة كده بيبقى يوم مميز، بيبقى فيه الحبايب على الأقل إن هما بيتجمعوا معانا وبنشوفهم. بس بصراحة من ساعة ما جت من العمرة وأنا ماسكة في ماما بإيدي وأسناني مش راضية أخليها تمشي. بس خلاص بقى قررت إن هي تمشي النهاردة. فقلت لا، هي مدلعاني بصراحة من يوم، وهي اللي بتطبخ وهي اللي بتعمل كل حاجة، فقلت أما أقوم أطبخ النهاردة. و
اصور معاكم كده لانكم وحشتوني بجد. هنبتدي نغرف كده مع بعض البشاميل بتاعنا، وهنغرف الرز، وهنبدأ كلنا نتجمع ونتغدى ان شاء الله. ويا رب دايما كلنا يا رب العالمين متجمعين في الخير. يا رب دايما بيوتنا وبيوتكم مفتوحة بالأهل وبالحبايب يا رب العالمين، مفتوحة بحس أصحابها، ويجعلوا عامر زي ما بيقولوا، ويجعل دايما الخير عندكم كلكم يا رب العالمين. هنبدأ نغرف الأكل بتاعنا، طبعا مكرونة زي ما قلت لكم، والبطاطس في اللحمة، وعملنا رز وشوربة. آه يعني لازم الشوربة طبعا عشان طول الشتاء خلاص بقى أغلبية حاجتنا هتبقى شرب علشان الدفء. تمام تمام. اللهم صل على النبي. ده كان غدانا النهارده، يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. لو وصلت لحد هنا وما عملتيش شير الفيديو، اعملي شير واشتراك في القناه لو بتشوفيني من على اليوتيوب، ولو بتشوفيني من على الفيسبوك ما تنساش تحط لايك واعملي لي متابعه، وقولي بتشوفيني من اي بلد، وايه اكتر وصفه فيهم عجبتك. بحبكم جدا جدا جدا، وسلام عليكم.